السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهاردة هوريكم الركنة لما جت شكلها عامل ازاي في الصالة. عايزة اقول لكم والله طلعت حلوة حلوة حلاوة مش طبيعية. وعايزه اقول لكم الضغط بتاعها حلو قوي 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 قوي، والخشب بتاعها كمان حلو جدا. في ناس قالوا لي المتر بكام، الحقيقه انا مش عارفه الاسعار لاني امي اللي اتفقت مش انا. معرفش يعني سعر، انتوا بتقولوا لي سعر المتر فانا مش عارفه سعر المتر. اعرف الركنة على بعضها اتكلفت كام، لكن مش عارفة بصراحة سعر المتر وهو بيحسبها بكام. والكلام ده كله. فعايزه اقول لكم شغله حلو جدا ما شاء الله. الركنه فظيعه، الضغط بتاعها حلو قوي 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 قوي. ووراني كمان الاساتك اللي هو حاططها. يعني هو هقول لكم رحت شفتها وهي خشب، وبعد ما يحط لها الاساتك بتاعتها وشدها من الظهر ومن القعده، رحت شفت الاساتك بتاعتها عامله ازاي. بعد كده وراني ضغط السفنج بتاعها عامل ازاي. ما شاء الله شغله والله العظيم حلو جدا جدا جدا. ان شاء الله هجدد معاه الركنه بتاعتي، بس مش دلوقتي يعني. هخليه كده يغير لي السفنج بتاع الركنه بتاعتي، لاني القعده بتاعتها هبطانه شويه. فخليه يغير لي السفنج، وكمان اغير عنده القماش باذن الله يعني. المهم الركنه طبعا هو جه اخد المقاسات، وانا قايله له كمان ياخد مقاسات السلم من بره، عشان السلم ضيق ومش اي حاجه بتدخل من الباب بصراحه. البيت عشان ضيق جدا جدا جدا، فمش اي حاجه نقدر ان احنا ندخلوها جوه، فبتبقى صعب علينا ان احنا ندخل او نطلع. وكمان هقول لكم ايه اللي حصل. الركنه الصغيره هوريها لكم دلوقتي، اللي هي اول واحده دخلت. دخلها من الشباك بتاع اوضه النوم، انا حاطه فيه حديد، فك الحديد بتاعه ودخلها وكسر لي حلق الباب. ويعني والله العظيم بقعد اعيط انا في المواقف دي. كسر حلق الباب، يعني انا ما صدقت محرته وشدته معجون، بعد كده صنفرته، بعد كده بيضته، هضطر تاني اجيب حاجات تاني واعمله من تاني. واللون بقى يعني لو طلع نفس درجة اللون الرصاصي اللي انا عاملاها دي، يا اما يطلع لون مختلف، مش هعرف طبعا اجيب الدرجة اللي انا عاملاها في الصالة. فانا زعلت بصراحة. زعلت ان حلق الباب اتكسر، ويعني هو شايله عشان يدخل منه اللي هي الركنه الصغيره دي. وكمان الركنه الكبيره حاولنا بكل المقاييس ان احنا ندخلوها، ما دخلتش، مع ان انا قايله له قيس السلم من بره. لكن بصوا اللي حصل ايه، هو برضو ما عندهوش غلط يعني، ما اقدرش ان انا الوم عليه. هو الدخله بتاعه السلم كانت 60 سنتي، فقال ان انا هعمل للركنه 60 سنتي. لما عملها 60 بيقولي طلعت صغيره جدا، ما فيش قاعده صغيره يعني مش هتاخد حد، فاهمين القصد ايه؟ قصده يعني العرض بتاعها رفع قوي، فقال لي حرام يعني، وكان يعني تبقى ركنه على الفاضي مش هتقعدوا عليها. فخليها 70 سنتي، والعشرة سنتي دول هما اللي فرقوا معانا. يعني ما عرفنيش بقى ندخل اللي هي الكنبه الكبيره دي، وكنا خايفين عليها لا تتقطع. وهو قعد يعني حرام بصراحه، قعد يحارب ان هي تدخل وما تتخربش خربوش، راح كسر السلم. السلم ده تقريبا بطن، انا مش عارفه، يا ماما كانت بتقول كده يعني صبة او بطن حاجه زي كده. فقعد يكسر في السلم لحد ما اكل نص السلم عشان نقدر ان احنا ندخل الركنه وما تتكسرش. حاولنا من الشباك الكبير ما عرفناش، حاولنا من فوق السطوح ما عرفناش. فقال يعني هو قال ما فيش حل غير ان يكسر السلم ويدخلها. فكسر السلم هوريهولكوا دلوقتي ودخلها منه. محمد اخويا جه زعق وقعد يقول لي تكسروا السلم، كنت خلوا الركنه بره، اطلعوا اطلعوا اقعدوا في الشارع. ليه تكسروا السلم؟ حرام عليكم، مش عارفه ايه، السلم ده من اساسيات البيت والكلام ده كله. فهو اللي حصل بقى يعني ايه، الحمد لله والله. ولما كسر السلم يعني احنا يعني نقدر نطلع حاجات وندخل حاجات. الاول ما كناش ولا بندخل حاجه ولا بنعرف نطلع حاجه، وكانت لما بنجيب حاجه وبندخلها البيت كانت بتبقى عندنا بطلوع الروح. فوالله انا شايفه ان هو يعني لما كسر السلم وما كسروش كله، اكل حته منه، بحيث ايه يعني 10 سنتي ولا 15 سنتي بس اللي اتاكلوا. لكن هم اثروا في شكل السلم. هو محمد اخويا زعلان بسبب كده، يعني ان هم اثروا في شكل السلم. فماما قالت له خلاص احنا نمحروه ونسيبوه على كده، بحيث ايه دخلنا حاجات نطلعنا حاجات، فعشان نعرف نتعامل يعني.
واخيرا الركنه دخلت، وعايزه اقول لكم والله العظيم حلوه قوي 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 ومناسبه للمكان. هي ولا ضخمه قوي يعني، انا قلت له كمان الايد بتاعتها مش عايزاها عريضه ومش عايزه فيها افوره، انا عايزاه سيمبل وهاديه، لان انت شايف المكان قد ايه. فهو عمل لي خداديتين الكبار دول، وكمان الحاجات الصغيره اللي هو عاملها دي انا ما وافقتش بيها. قلت له ايه اللي انت عامله لنا ده؟ يعني حضرتك احنا عايزين 6 خداديات صغيرين، فان شاء الله يوم الجمعه اروح عايزه اقول اخدهم. لكم دلوقتي الساعه 3 الفجر، فعندي الدنيا تضرب تقلب. هي الصاله هنا نوعا ما شويه سويه كده، مطرح ما العيال كانوا قاعدين، وهمسح اللي هم عملوه في الركنه ده، والدنيا تبقى فل يعني، ركنه بسيطه حلوه. لكن انا عندي المطبخ النهارده ما عملتش اي حاجه في المطبخ نهائي، غير ان انا عملت الغدا بس، ما غسلتش بقى مواعين ولا اي حاجه. فعملت الغدا، وكمان عملت عصاير، وعملت سلطات بقى، وكنت عامله يعني ايه حاجات حلوه النهارده بصراحه، يعني دلعتهم. بس عندي كوم مواعين مش كتير، هي كلها اطباق، كلها، عشان في ناس بتتريق على كلمه طبقه دي، يعني في كده، يعني في كده كذا حاجه عايزه تتعمل في صحون عشان ايه ما حدش يتريق على كلمه طبقه. كنت قاليه بانيه لمحمد في الزيت، والبانيه بتاعي هنا كان في الاير فراير، والعيال قلبوا لي هنا ملح، والدنيا مش الطف حاجه، لكن لطيفه تتلم في نص ساعه. والصاله ما فيهاش حاجه غير اني هشيل واسيب واحط وهفرش هنا حافظه، عشان السجاده دي ما بقدرش اغسلها بجد وبتتعبني. وهنا بصوا قلبوا عليها مانجا ودمروا لي الدنيا، وقلبوا لي على الركنه كاتشب، يعني ظبطوا لي الدنيا خالص. المهم انا بصراحه اخرت نفسي، يعني قلت هسيب المطبخ ده ايه اخر الليل، عشتهم وظبطتهم ومش عارفه، عملت لهم عصاير وعملت لهم جيلي بالموز ودلعتهم قوي قوي. فقلت هسيب المطبخ ده اخر حاجه. كلهم ناموا حوالي الساعه 1. المهم قعدت انا صليت قيام الليل بتاعي، وقلت هخلي يعني هقول لكم ترويقة المطبخ قبل ما انام على طول، يعني انا احتمال انام على الساعه 5. بنام الساعه 5 وبصحى الساعه 10. نوم مش كافي ومعايا صداع دايما وتعبانه دايما بسبب نومي المتاخر وصحياني بدري وكده، لكن مش عارفه مالي الايام دي. فالمهم قلت هسيب يعني هسيب المطبخ بحيث اعمله اخر الليل. صليت قيام الليل وبعد كده هعمل المطبخ بتاعي وهاخد شاور وهنصلي الفجر. عايزه اقول لكم قسما بالله عايزه اقول لكم قسما بالله بصلي الفجر، يعني انا بفضل فاتحه الشباك ده على طول فاتحينه وما بنقفلوش خالص، لان الشقه عندنا ايه، لان الدنيا حر وهو بيدخل طروه يعني. فالمهم الشيخ بيصلي الفجر بره، وانا بصلي جنبه، يعني انا بصلي وراه في الشقه هنا. فالمهم تعالوا اوريكم انا متابعه مسلسل ايه الايام دي. انا من النوع اللي لما بحب اروق البيت واحب حاجتي تخلص بسرعه، احب الهي نفسي بايه، اتابع مسلسل، اتفرج على روايه. فالمسلسل اللي بتابعه استنوا المسلسل اللي بتابعه مسلسل سورة. عايزه اقول لكم بموت في المسلسل ده، حلو جدا جدا جدا، من احلى واعظم المسلسلات اللي انا بحبها. قصته جميله، اغاني حلوه قوي، يعني انا بسمع الاغنيه دي، استنوا بسمع الاغاني بتاعته بعيط. عايزه اقول لكم من اكتر المسلسلات اللي انا بحبها جدا جدا جدا، لان ليها معايا ذكريات حلوه قوي. المسلسل ده كان معمول 2005، وكان في رمضان، كنا بنتفرج عليه حوالي الساعة 8 أو 9 بالليل على ما أتذكر يعني. ف كنا نستنوه، والله العظيم كنا كلنا بنتلم على المسلسل ده. كان بابا وامي، كنت انا ومحمد اخويا، كنت انا ومحمد اخويا، وكان بابا وكان ماما. كان بابا يتفرج على المسلسل ده، كان يحبه قوي قوي قوي، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. فكان يجي المسلسل ساعتها كان عندي 5 سنين، كان اول ما يبدأ المسلسل ده يقول لي يا ندى يلا عشان سارة اشتغلت. والله العظيم. كنت فاكره كان عندنا سرير في الصاله، كان في سرير وكان في كنبه جنب السرير، كنت انا وهو ننام على السرير ونتفرج على التلفزيون. كان عندنا زمان التلفزيون
مربع كده اسود، والله العظيم لحد الان عندنا. فكنت اتفرج معاه على المسلسل ده، ومن صغري وانا متعلقه جدا جدا بالمسلسل ده. بسمع الاغاني بتاعته بعيط، عشان ايه؟ الواحد ما يقعدش يعيط. ورايا لسه مطبخ عايز يتعمل. فانا دلوقتي في الحلقه 26 هشغلها وهروح اعمل المطبخ بقى. كان عندي شغل. خليه كده قدامي. في موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه. والموضوع المهم ده ما ينفعش يتأجل لبعد الغدا. وروحت اليوم ده الساعة 12:30 بالليل. يا دوبك حضرت العشاء، عشيتهم، وبعد ما اتعشوا قعدت بقى ايه، انا مع نفسي، هم ناموا على الساعة 1 كده، قعدت مع نفسي صليت القيام الليل بتاعي، وكان عندي المطبخ زي ما انتم ما شفتوا. قلت هأخر المطبخ شوية بحيث اعمل المطبخ واخد الشاور بتاعي واصلي ايه الفجر. هنا انا خلصت الصلاة، يعني خلصت صلاة الفجر وخلصت المطبخ وخلصت كل حاجة، وكنت عايزة اصور كده ايه شروق الشمس كده وهي طالعة، الشمس وهي طالعة، لكن التليفون خد حتة بسيطة وقفل. فقولوا لي ايه رأيكم في الركنة. و كمان انا حطيتها على الاي اي. اول لون طبعا اللي هو المستردة، اكتر لون لايق مع الرصاصي، وكمان طلع لي اللون الزيتي واللون البيج واللون اللي هو الازرق. فانا شايفه اني اكتر لون اللي هو المستردة ده، وده اللي انا عايزه اعمله واللي انا اقتنعت بيه خلاص. مستردة في رصاصي والله العظيم تحفه، لكن انا مش لاقيه الستاير بقى. مش لاقيه ستاير اللون ده. كل ما اروح عند حد بتاع قماش، والله شفتها في امازون مفيش، شفتها كمان في، رحت الساعة ورحت البياصة، الساعة والبياصة ايه، رحت الساعة ورحت اللي هي الزنقة المنشية، اللي هو السكة الجديدة دي لو تعرفوها. مش لاقيه اللون ده خالص، مش لاقيه ستاير. يقولي لا اللون ده نادر جدا، اللي هو ايه مفيش حد بيحطه يعني. فقلت استنى كمان يومين وانزل ادور تاني. يعني انا دورت اللي هو ايه تخاطيفي على الوش كده، لكن استنى يومين وانزل ان شاء الله ادور تاني. لقيت اللون ده ستاير هعمله الشكل اللي انا وريته لكم ده، اللي هو الاي اي طلعهولي. ما لقيتش هضطر ان انا اغير لون تاني، فمش عارفه ايه اللون التاني بقى اللي هيكون مناسب مع الرصاصي. ومش عايزه بصراحه احط الازرق، يعني حاسه ان الازرق مع رصاصي مقفول والزيتي مع رصاصي مقفول. فنشوف بقى مع بعضينا في ساعه الفرش ان شاء الله هنجيب ايه. المهم طبعا انا اليوم ده ما نمتش، فضلت سهرانه لحد الصبح. الساعه 7 جت. طبعا سيليا كانت صحت، يعني سيليا صحت اصلا، يعني سيليا صحت وانا بصلي الفجر. فصحت قعدت معايا بقى لحد الصبح، حمتها ولبستها وسرحت لها وخليتها كده جميله زي ما انتم شايفين، قطقوطه كده صغيره. وبعد كده صحيت رحيم على الساعه 8 ولبسته، كنت انا لابسه وخدتهم ونزلت. قلت اروح على امي بقى اسيب لها العيال حبيبتي وهنام انا، عشان انا ما نمتش بقى من امبارح. بس كمان عشان الم التراب والطوب اللي حصل ساعه الكسر وهما بيدخلوا ركنه وكده يعني. وكمان اساوي الاوضه مطرح ما شال الشباك، وهجيب الراجل بتاع الحديد يركب الشباك من تاني. فعندي كذا حاجه، بس الاول اروح انام. يعني انا اللي كان شاغلني الاول ان انا اودي لها العيال وانام. وانام بقى. بس كمان هدخلهم الاول، هروح اجيب فطار وبعد كده هرجع هيفطروا، هنفطر كلنا يعني مع بعض، وهسيبهم بقى. وهصحى كده على بالليل، انا كده كده رايحه على بيات، يعني انا مش هقوم طول اليوم، انا رايحه عشان انام هناك. ان شاء الله هروح بقى بكره الصبح باذن الله. ولسه رحيم وسيليا عايزين يروحوا الملاهي. انا وعداهم بصراحه اني هخرجهم، وقلت لهم هوديكم الملاهي النهارده وهفسحكم مش عارفه ايه والكلام ده كله، لكن بصراحه ما وديتهمش بقى. خلاص اليوم عدى اساسا وما كنتش فاضيه طول اليوم. وقلت خلاص هبقى اوديهم مره تانية. فجيت بعديها بيومين، بعد الفيديو ده بيومين، يعني رحيم عايز التليفون. فقلت له لا احنا ما فيش حد عندنا بيمسك تليفون، احنا خلاص احنا موقفين التليفون. قال لي لا ما انت كدبتي علينا المره اللي فاتت وقلت لنا انك هتودينا الملاهي وما احنا ما رحناش، ليه نسمع الكلام بقى؟ فبقول له المفروض يا رحيم تسمع كلامي عشان انا مامتك وانا امك وانا اكتر واحده بحبك في الدنيا. قال لي امي تسمع كلامي وانا اسمع كلامها، مش هي تسمع مش انا اسمع كلامها وهي ما تسمعش كلامي، ده كده مش عيشه دي. والله العظيم تلاته قال لي نفس الكلام ده بالظبط. فبصيت له كده قلت له ليه يا ابني وانا بضربك ولا بحرقك؟ قال لي لا ما انت ما تسمعيش كلامي كده انت بتاثري فيا. فقلت له خلاص يا رحيم خلاص نتكلم في الموضوع ده بكره ان شاء الله، لاني مش هنقفل النهارده.